السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده جايه لكم فيديو جديد، مش هنعمل فيه ولا وصفه ولا حاجه. النهارده انا جايبه مشترياتي من مستلزمات الحلواني. هقول لكم بقى على الاسعار الجديده اللي زادت، والناس لو عايزه تبتدي مشروعك من البيت هقول لك تبداي بايه بالظبط. تابعوا معايا الفيديو للاخر، وهتنسوا اللايك، وهتنسوا الناس الجديده، وهتنسى الاشتراك. هنسمي الله كده ونصلي على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه انا جبتها دي كده شوكولاته سبونج، شوكولاته سبونج 10 كيلو جولدن بيك. انا بستخدم زي ما انتوا عارفين سبونج جولدن بيك. دي انا بجيبها فانيليا. طبعا زي ما قلت لكم انا بجيب الفانيليا، ولما بعمل كيك شوكولاته بحط الكاكاو من عندي، لان السبونج الشوكولاته غلي جدا. يعني انا شوكولاته السبونج دي كنت بجيبها ب 330، رجعت رفعت ل 350 بعد، يعني اليومين دول جايباها ب 450. شوفوا زادت قد ايه بقى. ويا عالم بقى لما تخلص هجيبها بكام تاني. يبقى دي شكارة الاسبونج ب 450 جنيه، دي جولدن بيك. ودي بقى الكريمة الهايبر توب، دي انا بشتغل بيها. الكريمة هي دي من المتحدة، برضو متحدة هايبر توب. تمام. الكريمة دي انا كنت بجيبها دي كانت ب100 جنيه، رجعت رفعت ل160. المرة دي انا جبتها ب190 جنيه الكيلو. كيلو الكريمة الهايبر توب على 190 جنيه. المشتريات دي انا جبتها بعد العيد. الناس اللي هتسأل انت جبتيها امتى، انا جبتها بعد العيد. تمام كده. دي معايا مربة حليب، طبعا بستخدمها كتير في التورت بتاعتي، خاصة لو هعمل تورته بصورة او كده، فبحب ان انا اعمل برواز للصورة الشوجر شيت بيها. دي مربة الحليب، ده كيلو مربى حليب المتحدة. الكيلو عامل 100 جنيه. الجردل الصغنن ده فيه نصين، يعني هو الكيس ده نص كيلو. الكيلو عامل 100 جنيه. في منها مربى حليب كواليتي، الكيلو عامل 75 جنيه، جميلة جدا، بس انا ما لقيتهاش فاضطريت بقى ان انا اجيب المتحدة وخلاص. نيجي بقى هنا للسبريد الشوكولاتة اللي هي النوتيلا، بس طبعا هي مش النوتيلا الاصلية، طبعا دي النوتيلا اللي هي المصري العادية خالص. النوتيلا دي انا استخدمت شامبيون، ماركة كده اسمها شامبيون، حلوة قوي قوي قوي، ما تتخيرش عن السما. سبريد السما انا استخدمت نوتيلا سما، واستخدمت نوتيلا اللي هي ماكسيتيلا. دي نفس الطعم ونفس القوام، يعني ما تتخيرش، بل بالعكس دي كمان ارخص منهم واوفر بكتير. يعني السما كانت ب100 جنيه، دي عاملة 75 جنيه، كنت بجيبها ب65، بقت ب75. تمام، كيلو الجردل ده كيلو. ودي بردك شوكولاتة دارك اللي هي الشامبيون، برضو استخدمتها، واستخدمت فيينا، واستخدمت سما. مفيش فرق بينهم، يعني التلاتة مفيش فرق بينهم. الشامبيون طبعا ارخص، هي ماركة جديدة فعشان كده منزلين في الاسعار بتاعتها. قالب الشوكولاتة ده 2 كيلو ونص عامل 160 جنيه. نيجي ده محسن جل بونو. طبعا عايز تستخدم احسن محسن جل في السبونشات بتاعتك، محسن جل بونو. الجردل ده كيلو، احنا كنا بنجيبه يعني كنت بجيبه ب60، رجع رفع ل90، رجع رفع ل100. انا جايباه المرة دي ب110. ربنا يرحمنا، كل يوم الاسعار في زيادة بصراحة، ربنا يا خلاص الناس تعبت. ده جيلو فراولة. جيلو فراولة ده جيلو فراولة المتحدة، كيس نص كيلو. كنا بنجيبه ب20 ورجع بقى ب22، دلوقتي انا جايبه النص كيلو ب25. جبت بقى كيس جيلو فراولة متحدة، ده فراولة. وجبت كيس جيلو شوكولاتة منه برضو نفس السعر ب25، نص كيلو. الكيلو ب50، يعني الجردل فيه كيسين، كيلو ب50. انا جبت من كل حاجة كيس واحد بس، علشان الفلوس اللي كانت معايا تكفي ان انا اقدر ان انا اشتري شوية مشتريات. وبعد بقى ما اشتغل بقى وكده، الواحد بقى يرجع بقى يزود في الخامات اللي عنده. وجبت منه برضو ده كيس جيلو كراميل برضو ب25 زي ما انتوا شايفين كده. وجبت منه كيس جيلو مانجا برضو بنفس السعر. جبت 4 اكياس، يعني يعتبر 2 كيلو، بس شكلتهم كيس وكيس 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 كده. تمام. الناس اللي نسيت تحط لايك، حطوا لايك عشان الفيديو يعلى باللايكات دي. نرجع بقى نشوف جبنا ايه تاني. زي ما قلت لكم الخامات كل يوم في زيادة، فعشان كده انا جبت بصوا كميات قليلة خالص. يعني انا روحت اصلا اتفاجئت بالاسعار، فهقول لكم على يعني شوية الحاجات دول في الاخر انا جايباهم بكام. ده بقى كريسبي شوكولاتة بني، وكريسبي شوكولاتة ابيض، ده ب10 جنيه، وده ب10 جنيه، الكيس ب10.
وكريسبي برضو صغير ده ب10 جنيه. وجبت برضو ب10 جنيه كريسبي صغير ابيض. الكريسبيات دي انا بعوزها في البوكسات اللي بطلعها الشغل. ان شاء الله باذن الله اعمل معاكم فيديو قريب عن بوكسات الشغل اللي بطلعها دي. لو عايزه تبداي بقى وتعملي عروض في شغلك هقولك تعملي ايه بالظبط عشان الشغل يمشي معاكي. وده توت كاندي توت احمر واسود، دول ب20 جنيه، شويه دول ب20 جنيه زي ما انتوا شايفين كده. وجبت ب10 جنيه اللي هي الفروتس، صوابع الفروتس دي، فروتس الشوكولاته. بنحطها على طواجن النوتيلا وكده، دول ب10 جنيه. تمام كده. وده كده اللهم صل على سيدنا محمد. ال- باستري كريم ده ربع كيلو. الربع كيلو الباستري كنا بنجيبه ب20 جنيه. انا جايباه المرة دي ب25 جنيه، رفع برضو. وده ربع كيلو كاكاو اسباني خام. الربع كنت بجيبه ب40، انا جايبه الربع ب50 المرة دي. شفتوا بقى الزيادات قد ايه في الاسعار؟ ربنا يرحمنا والله العظيم، كل يوم اسعار، بصوا يعني الاسعار في زيادة، ربنا يرحمنا برحمته. تمام كده. نيجي بقى لقواعد التورت. ما كانش عندي قواعد خالص للتورت، يعني كان عندي بس شويه صغيرين اللي هي المقاسات صغيره. وكنت كل ما اجي اعمل تورتيه بعدين انزل اجيب قاعده تورته وعلبه تورته، فقلت لا انا اجيب بقى شويه حاجات بالمره. دول 5 قواعد كده، دول مقاس 27 في 27. يعني كنت عايزه اجيب 30 في 30 بس ما لقيتش، لقيت 27 في 27، قلت مش مشكله مش هتخسر، جبت منهم 5. دي بتاخد مثلا لو هعمل مثلا تورتايه 25 في 25 حلوه برضو عليها، تبقى كويسه. ولو هعمل تورتايه برضو مدوره مقاس مثلا 24 برضو هتبقى حلوه معايا. تمام كده. وجبت منها تاني 5 قواعد تاني. القواعد دي اسمها قواعد فيلات، اللي هي مش عالية، اللي هي الواطية خالص، شكلها شيك اوي في الشغل. دول 5 تاني، بس دول على يعني 32 في 32. يعني كنت برضو عايزاهم 35 ملقتش، لقيت 32 في 32. قلت برضو مش هتخسر، تاخد تورتاية 30 في 30 حلوة اوي، مستريحة عليها. تمام. جبت بقى علب، بس طبعا ما صورتهاش لان ايه المطبخ عندي زي ما انتوا عارفين ضيق بقى وكده، فايه العلب معرفتش بقى ان انا اصورها او نسيت. جبت العلب على حسب المقاسات دي. جبت دي فانيليا دي ب5 جنيه الازازة الصغيرة دي، جبت منها 3 ازايز. وطبعا لا غنى عن كرتونة البيض. جبنا كرتونة البيض كانت عاملة 95 جنيه. هتبدأي بقى شغلك لازم ولابد تجيبي شوية حاجات زي كده تبدأي شغل. لكن لو هتشتغلي قطاعي، ان انا مثلا لو مطلوب مني تورتايه هنزل اجيب نص كيلو سبونش، هنزل اجيب، هتلاقي نفسك مش كسبانة حاجة خالص في التورتايه اللي هتطلعيها. اسمعي مني، عايزة تبدأي مشروع ابدأي صح، ابدأي مشروعك بشوية. ان شاء الله تجيبي 5 كيلو سبونش على بعض، ان شاء الله تجيبي كيلو كريمة مثلا وهتركنيه وكده. طبعا انا جايبه معاكم كيلو كريمه، انا عندي اصلا كريمه من قبل العيد يعني كنت محتفظه بيها. فجبت كيلو عليها.